اللاعبين هذول قدموا أداء ممتاز في المباراتين الودية، وبيني وبينكم عاجبني ناصر الدوسري في مركز 8 وخليفة الدوسري كقلب دفاع. واللعيبة هذول لو استمروا في المستوى التصاعدي هذا على فكرة بيريحونا كثير في الفترة الجاية، خاصة ناصر الدوسري جوكر، ترى ينفع يلعب أي مركز أنت تبغاه. بس في الوسط ناصر الدوسري ترى على فكرة يعني ممتاز. وسبب انه اعتمد عليه جاردم اصلا كظهير يسار لانه لاعب حركي. فيوم لعب مركز 8 ترى على فكره ريح الفريق بطريقه ما هي طبيعيه. لاحظوا مباراه اليوم مثلا كيف انه خيسوس ما هو مهتم انه سافيتش يرجع يدافع. ليه؟ لانه في لاعب حركي حيرجع يدافع. على فكره ترى سافيتش في بعض الاحيان ترى ما يعرف يدافع، يعني يرجع ترى وبعض الاحيان ما يجري عادي ما عنده مشكله. عكس لما انت مثلا تخلي ناصر الدوسري يلعب. انا ما اقول طبعا انه نخرج مثلا نخرج سافيتش يعني ونحط ناصر الدوسري بعد ما يرجع مالكم، لا. بس انت تقدر تداور، يعني ناصر الدوسري قادر يقدم لك اداء ممتاز في هذا المركز. وطبعا خليفه الدوسري حيكون برضو من الخيارات الممتازه عندنا في قلوب الدفاع. احنا الان جالسين ندور على قلب دفاع. لو استمر خليفه الدوسري على هذا المستوى خلاص انت ما انت محتاج، انت عندك 4 قلوب دفاع حاليا: كوليبالي، تومبكتي، علي البليهي، وخليفه الدوسري. انا شايف انه كذا خلاص. ركزوا يا جماعه ان القائمه تقلصت، فلازم تحطوا ذا الشيء ذا في الاعتبار يعني.